بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى انا مسكت بقى الشقه كده اهوت بعد صلاه العصر كده، يعني كان روتين مسائي مش روتين صباحي. انتوا عارفين ان أنا اليوم بتاعي بيبدا بعد العصر كده. صليت العصر طبعا وقريت سوره الكهف، ولفيت على الشقه كده لفه بالمكنسه. وبصوا المخدات مالكوش دعوه بيها، وجوزي عدو ان انا اشيلها من هنا. وشويه كده خلصت، وراح هو جايب البطانيه ونايم مكانه كده مطرح بتاع المخده اللي محطوطه. لفيت على الشقه كده بالمكنسه كلها، وهي مش محتاجه يعني ان هي تتمسح ولا حاجه، هي نضيفه. انا كنت لسه عامله روجين معاكم، مش عارفه على القناه دي وعلى القناه التانية، مش فاكره الصراحه، بدات اتلخبط. فيا دوبك فرشت كده السرير ولفيت عليها لفه. وجمعه مباركه عليكم طبعا، النهارده الجمعه. يعني ما ننساش صورة الكهف وكده. وبصوا بتاع السيريا دي عايزه اعلقها بدبل فيس، بس خايفه احسن الدبل الفيس بيقولوا بيبوظ بتاع الحيطه. وطبعا لما تكون شقتك رايقه كده وتبقي ما وراكيش حاجه، بتبقى حاجه جميله جدا. يعني لما بيكون ورايا حاجه او الشقه مش نظيفه او كده، ببقى يعني نفسيتي زي الزفت، وبتبقى الواحد حاسس ان هموم الدنيا كلها على دماغه. بصوا بتاع الزرع ده او البيبي فلاور ده جميل جدا، يعني حلو قوي، شكله حلو، بس مش لاقيه له فازه. عايزه اشتري له فازه يعني وكده. شكله حلو قوي في النور يعني، بس عشان الدنيا ضلمه. قلت بقى احطه كده اهوت في الفازه دي، عقبال ما ابقى اشتري له فازه، بس هو تقيل اصلا، وخايفه لحسن بتاع الفازه تاخده وتقع. بس حطيته كده مؤقتا يعني عشان عامل لي مكان، عقبال ما ابقى اشتري له فازه يعني. هوريكم اللي بتاع الزرع اللي اشتريته التاني، اللي هو اللي اشتريته التاني، ابقى اوريه لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يعني على قد ما بنقدر كده بنجيب اي حاجه بتساعدنا يعني. انتوا عارفين الحاجات دي بتدي بهجه كده للمكان، وما بتحطيها وانت بتعملي ديكور او حاجه، بت بتخلي بتاع الشكل العام حلو يعني. والنتيجه دي بقى كان جوزي كان جابها، بس علقها كده بمسمارين بس. بصوا بتفرفر ازاي من بعضها، مش عارفه الايام عايزه تجري ولا ايه مننا. فقلت النهارده طبعا كان ساعة ما هو علقها وكده، ما حدش جه ناحيتها ولا قطع الورقه بتاعتها، بس يعني قطعت الورقه كده النهارده تقريبا 13. النهارده الجمعه تقريبا 13 يناير. بس الشهر جري ازاي، والله العمر كله بيجري. ومش هفتح بقى الشمع بتاعي، يبقى خلاص اليوم بتاعي خلص، وبعدين جوزي موجود بقى، افتح له الشمعة يقعد بقى يقول لي ايه واللي انت بتعمليه وش اللي انت بتعمليه، ما بقتنعش بالحاجات دي اصلا خالص. فيا دوبك بس يعني حطيت اللمسه بتاعتي كده، ولفيت على الشقه لفه بسرعه بسرعه بالمكنسه. وياسمين في الوقت ده كانت تاخد الشاور بتاعها، فكنت برضك دخلت قبل ما بعد ما خلصت المطبخ بتاعي وخلصت المواعين، دخلت بحب اغسل بتاع الحوض بتاع الوش كده، الحوض بتاع الحمام، وغسلته. عشان انتوا عارفين بقى لما الحاجه بتتكوم على الواحد، بيبقى يدها يدق يعني. فايدك تبقى على طول في المكان كده. بتاع الريسبشن ده طبعا عندي مهجور، محدش بيقعد فيه خالص، فحطيت عليه الفرش دي. قلت ايه مش لاقي لها مكان، اللي هي الفرش اللي على الكنب دي. يعني كنت حطاها في الركن عندي في الاوضه بتاعه الليفينج، بس حاسه ان هي شكلها مش حلو يعني وكده، بس عشان مش لاقي لها مكان اشيلها فيه، فاضطريت ان انا افرشها كده وخلاص. والمطبخ بتاعي زي ما انتم ما شايفين كده، كنا عاملين فيه برضك تنظيف حلو قوي يعني عميق، انا وياسمين من قيمه يومين كده. بس على طول على طول بقى عملنا. يعني بعد ما خلصت، جوزي هو الصراحه اللي عمل الاكل النهارده. انا صحيت من النوم لقيته عامل صينيه بطاطس ولحمه ورز. انا كنت عامله امبارح عدسه اوريهولكم بس في اخر الفيديو يعني. البرطمان بتاع العسل ده بتاع عسل ابيض وكده، كنت خلصت المواعين ولقيته على الرخامه كده، فرحت قلت انقعه يعني عقبال ما ايه أبقى اغسله يعني بعد كده اهو. بس وادي المطبخ بتاعي، حتى ترابيزات المطبخ غسلتها، والسله بتاعت القمامه يعني اعزكم الله برضك غسلتها. ولميت كده الزباله، قلت لما الراجل يطلع يبقى ياخدها. وحتى القلايه اللي هي الهوائيه دي برضك غسلتها، وشغلت بتاع المكنسه برضك على المطبخ كده. انا كنت زقه ترابيزه المطبخ كده انا وياسمين برضك قريب، فهي مش محتاجه يعني، مش محتاجه ان هي تتعمل. ترابيزات المطبخ كلها مسكتها كده بالفوطه والسبونشه، ورحت عاملاها، ورحت دعكاها كده. اللي هي اللي تحت البوتاجاز دي، والغساله برضك كنت مسحها امبارح. فما عنديش الصراحه، مش عايزه اكوم على نفسي حاجه، عشان انا اللي دلوقتي اللي بقيت اتعكي في كل حاجه، وانا ياسمين فين وفين لما بتساعدني. يعني دلوقتي هي على طول مش قاعده في البيت، وعندها امتحانات بقى وكده. فكل ما اقول لها على حاجه تقول عندي مذاكره يا ماما، عندي مذاكره يا ماما. طب يا ست خلاص هتاخدي الدكتوراه يعني، يا رب. هي بقى في الوقت ده كانت بقول له، كانت بتاخد الشاور بتاعها، دخلت على اوضتها برضك، كنت لفيت عليها لفه كده. هي نضيفه، كانت لسه مغيره الملايات وكله، بس هي عماله تسيب لي وتلعن لي في الاوضه. انا بقيتش احب اوضتي، بوظتها لي ومش بوظتها لي، وخليتي لي كل حاجه لون. فقلت لها يا بنتي الصبر الصبر، هعملها لك والله، هظبطها لك، بس شويه كده بس السقعه دي تمشي، عشان خاطر لو فكينا السراير ولا حاجه ما تنامش على الارض.
جوزي بقى خلاص بقى كانت بدأت كده يومه كده انتهى بالنسبه له، انا بقى كده يومي بيبتدي. جاب بقى الدفايه وقلت له الجو حر، انا بقى ما اشتغلت وكده فاتحريت. فقلت له انت بتفتح الدفايه ليه؟ قال لي لا انا سقعان. جاب البطانيه بقى وراح متلكفت كده على الكنبه وخلاص كده يومه خلص. انا بقى اللي لسه يومي بيبتدي. فصورت الفيديو كده وقلت انزله لكم يعني يمكن تشجعوا اللي بيتفرج على الفيديو ولا حاجه انا عن نفسي ما بلاقي الفيديوهات دي وكده بتشجع يعني. اما تلاقي حد غيرك بينظف او كده بيبقى عندك باور كده ان انت يعني تبقي احسن منه كمان. بس دخلت بقى لميت بتاع السلك بتاع المكنسه كده ورحت لماه ورحت حاطاه في اوضه النوم عندي والشراب ده كان جوزي كان قلعه وحطيته في الباسكت بتاع الغسيل. يعني ما عنديش غسيل كتير يعني، انا كنت لسه غاسله امبارح، هطبق الغسيل معاكم دلوقتي. وبقى حسيت ان انا ريقي ناشف بقى، كنت اتغديت بس جوزي فطرني غدا. يعني انا قمت من النوم فطرني غدا. قومي يا هانم عشان تاكلي، وانا اصلا ما بحبش اكل، ما عرفتش اكل خالص. فقومي عشان تاكلي وكده، ورحت متغديه بقى من صينيه البطاطس والرز دي واللحمه، فما عرفتش اكل خالص. فعملت نفسي باكل كده عشان هما ما يزعلوش بس، وشويه كده لازم اعمل كوبايه الشاي بتاعتي ام لبن، هي دي اللي بتعدل دماغي. بس اما لفيت بقى كده على الشقه كده لقيت نفسي عطشت كده، فرحت صبه لنفسي كوبايه كوكتيل كده موز على فراوله، كانت هي اللي بقى يعني في اللبانه كده، كانت ياسمين كانت عاملاهم امبارح. فرحت صبه كده وقلت اخد ريست كده بقى عقبال ما ايه ما ابقى اكمل يعني، ما اشوف هعمل ايه تاني ورايا. بس دخلت بقى الاوضه كده، جوزي مستغرب عمال يبص لي باستغراب كده هيقول الست اتجننت ولا ايه؟ وفاتح لي القران بقى على اخره قد كده، هو يا ابني الحلال فيه ايه؟ وطي القران ده شويه. قعد يقول لي لا سيبيه، ده حلو، ده حلو في البيت. هو بيفضل فاتح القران كده ليل ونهار، فساعات الواحد بيبقى عايز يعني استغفر الله العظيم يا رب، بيبقى حابب يفصل كده يعني، يتفرج على حاجه يعني بصفه مستمره. انا يومي بيبدا بعد المغرب كده او بعد العشاء. هو خلاص بقى كده يومه خلاص كده انتهى. فدايما يقعد يقول لي انت ست رايقه، انت ست رايقه. فبكنسه كده بيقول لي اه انت مش فارحه الا في كده. فياسمين بتقول له ايه يا بابا، وانت مش عاجبك حاجه؟ هي تكنس مش عاجبك، ما تكنسش مش عاجبك. فقلت له لا اله الا الله، انا مش عارفه اعمل لك ايه عشان اريحك يعني. فهي الرجاله كده يعجبهاش العجب وسطهم في رجب، مش عارفه الواحد يعمل لهم ايه. فربنا يهدي يا رب. بس خلصنا بقى كده اللي ورانا، وقعدت شربت بتاع العصير بتاعي، وشويه كده بقى اقوم اعمل كوبايه شاي بلبن وابتدي يومي بقى انا كده قلت ايه، ابتدي يومي من بعد المغرب. يلا بقى لكم مباركة عليكم، واللي وراها حاجة تقوم تعملها كده، ويمكن الفيديو يكون حافز لكم ان انتوا تقوموا تشجعوا وتلاقوا الدنيا رايقة كده. بيبقى منتهى الطاقة الإيجابية، وبيبقى منتهى الحاجة اللي هي اللي بتبقى بتخش جسمك كده لما تلاقي حتة رايقة أو كده. بيبقى الواحد خلاص بقى يعني انا بعمل حاجات كتير ورا الكاميرا والله، بس انتوا مش مشجعيني. لو انتوا مشجعيني انا كنت يعني اعمل الروتينات دي قدامكم كده. بس بقعد اكسل، بقعد اقول اجيب بتاع الحامل واحط التليفون، ولازم اجيب بتاع الشاحن بتاع التليفون وكده عشان احطه في الحامل. فبوليكه كبيره يعني كده. فانا كنت منزله الفيديو اللي فات بتاع دودو شانيل الصراحه والحمد لله جاب مشاهدات حلوه وكده. بس في واحده دخلت لي بتعلق لي بتقول لي وانت عايزه تفضحيها عشان تاكلي من وراها عيش؟ يا بنت الحلال، انت بتفهمي ازاي يعني افضحها ازاي يعني؟ انا قلت عليها ايه غلط عشان افضحها يعني؟ يعني هي انا كنت منزله بتاع الفيديو ده في قناه تانية. الله اكبر الله اعظم. استنى عشان الاذان بس يخلص واكمل لكم التسجيل. بس بتقول لي وانت عايزه تاكلي، وانت بتفضحيها عشان تاكلي عيش من وراها. افضحها ايه؟ وانا قلت ايه اصلا في الفيديو عشان خاطر يفضحها؟ ده انا كل الكلام اللي انا بقوله عليها في الفيديو كلام بدافع لها وبدافع عليها عشان خاطر هم شانين عليها حمله، يعني حمله شرسه جدا في النت وفي اليوتيوب، وعمالين هي يعني لقمه في زور كل الناس. كل القنوات عملت عليها فيديوهات زي ما تكون يعني عارفين اللي هو اللي معلش يعني في اللفظ، سوري في اللفظ، هو مش منطبق عليها خالص. لما بيقولوا العجل لما بيقع بتكتر سكاكينه. يعني هو في ايه؟ كل القنوات ما وراش كلام غير على دودو شانل. انا ما اتكلمتش الا من باب ان هي صعبت عليا، ولقيت ان هم بيتكلموا عليها بيتهموها اتهامات. افرض هي مثلا جوزها كان موجود ومش عايزه تقول ان هو موجود، او هي مش عايزه تجيب سيرته، او اي حاجه، انت مالك؟ انت بتحاكميها ليه؟ انا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات، بتحاكميها ليه؟ هي ما تقولي اللي على كيفها وما تقولش اللي على كيفها. هو مين اللي اصلا اللي عينك ان انت تقولي تكذبيها ولا تصدقيها؟ مين اللي عينك؟ فهو ده اللي انا كنت بقوله الفيديو اللي فات. ما عجبش في قناه يعني مش عارفه مش قناه ولا متابعه ولا ايه، كتبت لي وانت بتفضحيها عشان خاطر تاكلي عيش من وراها. اكل عيش من وراها ايه؟ اكل عيش من وراها؟ انا لو عايزه اكل عيش من وراهم كنت عملت زي قنوات النقد والفيديوهات دي بتعمل مشاهدات قد كده. كنت غيرت محتوية وكنت قعدت
يعني نتفتي في فروة دي واتكلمتي على دي ونهبت في لحم دي. ايه ده؟ في ايه؟ انا مش عاجبني اصلا الطريقه دي، لان ربنا نهي عنها. فبصوا بقى العيش انا ما صدقتكوش الصوت عشان كده تسمعوا. هو يا دوبك قعد 5 دقايق وخرفش كده. كنت عملته للعدس يعني. بس بتاع العدس ده كان بتاع امبارح. بصوا مقرقش ازاي وحلو. ولا تحطي له زيت ولا تحطي له اي حاجه، حطيه كده في قلب القلايه واعمليها على درجه 200 او ممكن على درجه 180، واعمليها على 5 دقايق. وحلو اهوت مقرقش اهوت خالص ويستاهل بقكم. انا كنت منزله لكم بشورتس بس عشان في ناس كتير مش بتتفرج على الشورتس يعني. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، مش عايزه اوجع دماغكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتعالوا كلوا معايا. معلش جوزي دخل بيحبس الكلام في لساني. وادي الاكل بتاعه اهوت. يا رب يعجبكم. ما تنسوش بذمتكم اللي بتاع التعليق بتاعكم المحفز.